في بنت جارتنا بقالها فترة كبيرة معجبة بأخويا الكبير، وأول ما بتسمع صوت البلكونة بتتفتح وتطلع وتفتح البلكونة وتفضل باصة لأخويا جامد، والبيت كله عندنا لاحظ نظراتها لأخويا. المهم امبارح أبويا قال له إيه رأيك نخطبها لك؟ البت عينيها منك جامد. أخويا قال له أنا أتمنى، أنا مش هلاقي في جمالها وحلاوتها وأدبها، مع إن كل مرة كنا بنعرض عليه الموضوع كان بيرفض ومش بيوافق وبيقول إنه مش بيحبها. أمي النهارده لقيتها ماشية قالت لها أنا عارفة يا زينب إنك معجبة بابني وكلنا لاحظنا كده، إيه رأيك نيجي نطلب إيدك؟ البنت اتكسفت جدا وبعدين راحت رقع زغروطة في وسط الشارع وحضنت أمي وقالت لها موافقة. أبو البنت طلع من البلكونة قال لها في إيه يا زينب؟ أمي قالت له جهزوا نفسكم جايين نشرب الشاي معاكم النهارده ونطلب إيد زينب لابني محمود. الراجل راح ورفع إيده للسما وقال ألف حمد وشكر ليك يا رب، أخيرا يا زينب العمل اللي عملتيه لمحمود رشق المرة دي واتفكت عقدتك. أمي راحت بصاله وقالت له والنبي يا أخويا ابقى قول لي عملتوه عند مين، علشان حاسة كده إن جوزي متغير معايا الفترة اللي فاتت وعايزة أعمل له عمل قبل ما يتجوز عليا.